السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد، بس مش مشكلة جديدة. كنت عملت فيديو من كام يوم بتاع البنت ومامتها، وقبل الفيديو كنت نزلت لكم مقدمة كده وقلت لكم هكمل لكم الفيديو. على حد بعت لي في الكومنتات وكاتبالي بتقول لي حرام عليكي، انت زيهم كلهم بتتاجروا بالناس وبتتاجروا بالمشاكل بتاعت الناس، كل ده علشان خاطر الفلوس وكل ده عشان خاطر مش عارفه ايه والكلام ده كله. نقطه ومن اول السطر، لما تيجي تتكلمي حضرتك مع حد على فلوس او الكلام ده يبقى مش معايا. لو ترجعوا بالاول الفيديو انا عملته خالص، هاتوا اول فيديو انا عملته وده هتلاقوه موجود على القناة، لان لما كنت بشتغل على الفيسبوك لا بيدي فلوس ولا اي حاجة وقتها. دلوقتي بيدي بس انا صفحتي موقوفة عشان فقرية. كانش بيدي فلوس، بس انا قعدت سنة ونص على الفيسبوك علشان عايزة اكبر صفحتي وده حقي. بعد كده كنت باخد الفيديوهات اللي انا منزلاها على الفيسبوك اجيبها على اليوتيوب. ادخلوا شوفوا انا كنت لابسة دهب قد ايه، مش منظرة معاذ الله ومش تعالي ولا تكبر ولا اي حاجه، بس انا بوريكم ان انا كنت داخله الحمد لله انا مش محتاجه. لما حضرتك تقولي لي انت داخله بتجري بالناس علشان خاطر الفلوس، ما كانتش دي هتبقى عناويني. حضرتك ادخلوا كده على الفيسبوك صفحه معينه وانا ممكن اقول لكم اسمها، متسميه باسم واحده ست فلانه، يعني اسم ثنائي هي وباباها. المشاكل اقسم بالله متاخده من عندي كوبي. وانا دخلت قبل كده وبعت لها رساله وقلت لها حضرتك انت بتاخدي المشاكل اللي الناس بعتها لي وانا ما اسمحلكيش وممكن اقدم فيكي بلاغ، لكن للاسف هي ما ردتش عليا. وايه اللي بيحصل؟ المشاكل بتتحور كده كام حته فيها كده علشان تبقى مشكله يا نهار ابيض كده، وتبقى فيها الفاظ وتبقى فيها ايحاءات وبيتكتب في العنوان الفاظ قليله الادب، الفاظ كلها ايحاءات وكلها الفاظ يعني حاجات ما تتقالش. انا ما بعملش كده. لو انا عايزه اتاجر بالمشاكل او لو انا عايزه اعلي المشاهدات عندي مش هتبقى دي عناويني، كلها عناوين عبيطه. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه في اللي بنتي عملته. عمر ما حطيت عنوان ايحائي، حتى لما بتكون المشكله فيها حاجه بقوم عامله كده، بقعد اتلجلج تعرفوا ان في حاجه مش تمام. حتى لو عمري قلت حاجه صريحه ولا تلميح ولا اقول لكم يا جماعه يعني حصل، ما انتوا فاهميني. بس لو انا عايزه اطلع اتاجر كنت هعلي في المشكله وكنت هستخدم الالفاظ وكنت هنزل الشتات اللي بتجيلي والسكرينات اللي بتجيلي وكنت هنزل كل ده عشان اعلي من ريتش المشكله واجيب بقى مشاهدات والكلام ده. انتوا يا جماعه اقصى فيديو عندي في المشاهدات جايب كام؟ ما عنديش فيديو جايب 6000. حضراتكم اليوتيوب طول ما المشاهدات قليله، يعني انا طول مثلا ما تخطيتش ال 10000 فالفيديو اللي جايب مثلا 5000 ده ممكن يديني عليه $. فانت متخيل ان انا داخله اعمل مشكله علشان خاطر $، ولا علشان خاطر يعني كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انا من زمان كنت بحب اقرا بريد الجمعه، كنت بحب اقرا اي حاجه فيها علاقه بمشاكل، حتى الجروبات بحب اقعد اقرا برضو. عارف لما تقعد تكتب للناس رايك فالناس تحس ان حد معاها، فانت تقلل من المشكله شويه فالناس تبقى فرحانه ان في تفاعل معاها. وانا بقول لكم اهو، انا لما جات لي المشكله بتاعه البنت والمدرس كنت ممكن اتاجر بيها متاجره ما بعدها متاجره، وعلي في العنوان واكتب عناوين فيك واقول للبنت طب خلينا نسخن شويه ونقول ان حصل كذا وكذا وكذا، وكنت ادخل بقى وكنت اعمل كل الحوارات دي. بس انا ما عملتش كده، انا نزلت المشكله. يا جماعه اقسم بالله المشاكل اللي انا بعرضها ما تيجي نقطه في اللي بيجي لي وناس ما بترضاش تعرضه، وفي مشاكل انا ما برضاش اعرضها لان هندخل في اعراض وهندخل في حاجات حرام وحاجات عيب وحاجات ما يصحش. بقول لا، حتى لو الحاجات دي موجودة في المجتمع معلش يا جماعة خلاص ان احنا نسكت يعني الحاجة دي نبعد عنها بالسكات، ان احنا نسكت وما نجيبش سيرتها معلش، واتكلم مع صاحبة المشكلة واقعد اتواصل مع ناس الحمد لله. ويا ريت ناس تدخل تكتب لي اللي انا اتكلمت وتواصلت معاهم. كانت في واحدة مامتها مقطعاها
واتصلت بمامتها وصالحتهم على بعض، مع ان طوب الارض ما عرفش يصالحهم، والحمد لله البنت كانت منهاره علشان عايزه امها تكلمها. كانت في واحده عيالها رامينها في دار المسنين وتواصلت معاهم وما ينفعش امكم وما اعرفش ايه، وراحوا خدوها، وبعد لما خدوها خلاص بفتره ماتت عندهم. بقوا كل يوم بيتصلوا بيا ويبعتوا لي فويسات يشكروني ويدعوا لي ان انا نبهتهم واخدوا امهم وما ماتتش وهي في دار المسنين او دار الرعايه، واخدوها عندهم في البيت، وانا كسبت ثواب والحمد لله. هو ده اللي انا عايزاه. لما بعمل فيديو مشكله ببقى الغرض منه ان ناس تدعي لي، ربنا يبارك لك، ربنا يخلي لك عيالك، ربنا يخلي لك عيالك دي ويبارك لك فيهم. دي عندي بالدنيا. لكن في حاجات ما بتشتريش ولا بتتقدر بالثمن ولا بالدولارات بتاعتك اللي بتقولي عليها. تخيلي انا اضيع من وقتي ووقت عيالي ال10 دقايق ولا النص ساعه يا شيخه اللي بعمل فيهم فيديو المشكله، واقعد اقراها بدل المره 2 و3 علشان لما اعرضها الناس تفهمها وتستفاد منها، ويدوا لصاحبه المشكله او لصاحب المشكله راي علشان خاطر دولار. عارفه دولار ده يعني كام؟ يعني 40 جنيه. متخيله؟ يعني هقعد عشان 40 جنيه؟ ده نقعد بمناديل في الاشاره كرملي. يا جماعة عيب مش كل حاجة الفلوس. لو أنا واحدة عايزة فلوس ما كانتش هتبقى قناتي الكبيرة اللي يسمع كلام ستك لحد دلوقتي ما جابتش ال400,000. لو أنا واحدة بتاعت فلوس هعمل بقى الحاجات اللي الفيديوهات الناس بتحبها، الخروجات والفسح والمشتريات، وجبت لعيالي وعيالي جابولي وجوزي جابلي. حتى لما بعمل فيديو في مناسبة عيد ولا بتبقى حاجات كلها هزار كوميدي. جوزي جابلي في الفالنتين كرومبايه، جاب لي في عيد الام بامبرز وكريم وما اعرفش ايه وملازم للعيال. كلها حاجات ما تخليش حد يقول ايه ده هي الست دي عايشه كده ليه واحنا ما عندناش اللي عندها. اتقوا الله. انا هعمل الفيديو ده وهنزله للناس المحترمين اللي متابعيني وعارفيني كويس. ولما انا انقطعت عن فيديوهات المشاكل كانوا بيبعتوا لي وبيقولوا لي احنا بنستنى الفيديوهات بتاعت المشاكل اكتر من الفيديو العادي. انا بسألكوا انتوا، والسؤال ده موجه ليكوا انتوا مش موجه للناس التانية. لو تحبوا ان يبقى ده اخر فيديو مشاكل وانتوا مش عايزين تسمعوا مشاكل من حد وانتوا مش عايزيني انزل مشاكل لحد، على عيني وعلى راسي انا هعمل كده. الناس كده بتبعت لي مشاكل وبقول لهم رأيي على الخاص، وفي ناس بتحب تعرض وتقول لي لا انا عايزة اسمع رأي الناس كلها، اشوف الاراء كلها واحدة ولا لا، ولا في حد ممكن يكون رأيه مختلف. أنا معاكم على عيني وعلى راسي. السؤال ده موجه للناس المحترمة بس اللي بتتابعني. حتى لو انتوا أنا عارفاكوا واحد وقت تشوشو، زوزو أم عمر، صابرين، كريستي، سحر، عارفاكوا يعني أنا عارفة تعليقاتكم. مدام ليلى، في من نانا، مدام سوسن، كلكم انا عارفاكم وعارفه. حتى اليوتيوب لما غير اساميكم انا عارفاكم، بيبقى مكتوب لي يوزر ارقام، انا ببقى عارفاكم، عارفه مين بتقول ايه. عارفه تيتا شوشو اول ما بتقوم تدخل ستو يا ستو خلاص انا عرفت. ام عمر حبيبه قلبي الحاجه زينب ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، اول ما حبيبتي اللي بتنور الدنيا ببقى عارفه دي مين. كل واحد عارفه طريقه كلامه بيكتب ايه. الناس دي بس انا اللي بوجه لها الفيديو. عايزين نكمل في المشاكل يا جماعه قولوا لي وعرفوني نكمل في المشاكل. مش عايزين وشايفين ان دي حاجه لا احنا مش عايزين خلاص. لكن الناس بقى اللي بتبقى معديه فبتلاقي فيديو نازل تدخل تكتب انت حضرتك مش داخل عند خالتك، وانا مش عايزاكم. لو 5 6 هيتفرجوا على المشكله وهيكتبوا تعليقات وصاحبه المشكله تستفاد وتيجي تدعي لي، انا كده الحق. الف حمد والف شكر ليك يا رب. المرة دي المشكلة تخصني أنا. سيبوا لي بقى آرائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم وأشوفكم بكرة إن شاء الله. لو انتوا طلبتوا ان احنا نكمل في المشاكل، ما طلبتوش وقلتوا لا خلاص كفاية علينا مشاكل لحد كده، أنا معاكم في اسمع كلام ستك للناس اللي أنا بحبها بس.